حاملة ابراهام لينكولن قرب ايران. هو احنا رايحين على ضربة ولا مجرد استعراض قوة؟ والسؤال بقى، هل ايران تقدر تضرب فعلا سفن امريكا؟ خلينا نتكلم بهدوء شوية ونفصل المشهد واحدة واحدة، لان اكتر حاجة خطيرة في اللحظات دي ان الناس بتخلط الخبر بالتوقع او تاخد العنوان وتبني عليه سيناريو حرب عالمية. انا هنا مش بقول هيحصل ايه، اكيد انا بشرح احنا واقفين فين وايه اللي ممكن يحصل وليه. ايه اللي حصل فعليا على الارض دلوقتي؟ امريكا حركت حاملة الطائرات ابراهام لينكولن ومعاها مدمرات حربية ناحية الشرق الاوسط وبحر العرب وخليج عمان، وده مش كلام سوشيال ميديا، ده مثبت في الاعلام الغربي. يعني ايه حاملة طائرات؟ يعني الاف الجنود وعشرات الطائرات المقاتلة، صواريخ كروز، دفاع جوي متكامل، قدرة ضرب زي قدرة دفاع في نفس الوقت، وكمان في كلام موثق عن تعزيزات جوية اضافية وحركة نقل عسكري مكثفة. يعني مش قطعة لوحدها، ده حشد متكامل. النقطة المهمة، وجود الحاملة مش معناه تلقائيا ضربة الليلة، لكن معناه ان امريكا عايزة تبقى جاهزة تضرب في اي لحظة، وجاهزة كمان ترد لو الامور خرجت عن السيطرة. طيب ليه دلوقتي؟ التصعيد ده جاي في توقيت حساس جدا، ضغط داخلي كبير جوه ايران واحتجاجات وكلام عن اعدامات وتهديدات امريكيه صريحه من ترامب بطريقته المعتاده يحب يسيب كل الابواب مفتوحه. مش هقول اضرب ولا لا، بس كل الخيارات موجوده. بس الحقيقه ان جوه الاداره الامريكيه نفسها في قلق، هل الضربه دي هتخلص الازمه ولا هتفتح باب نار ملوش اخر؟ وده اللي مخلي الصوره مش محسومه. والسؤال اللي كلنا بنساله، لو حصل هجوم هيبقى شكله ايه؟ خلينا نقولها بصراحه، مفيش حد يعرف اجابه اكيد، بس التحليلات بتتكلم عن 3 سيناريوهات. السيناريو الاول، ضربه محدوده، ضربه تأديبيه، اهداف عسكريه، مراكز قياده، رسائل سياسيه اكتر منها حرب، والهدف منها رفع الكلفه على ايران من غير ما نغرق في حرب طويله. ده اكتر سيناريو ناس كتير شايفاه منطقي لو حصل تصعيد. السيناريو الثاني، حمله اقسى بس قصيره. هنا امريكا بتحاول تشل الدفاعات الجويه، تضرب مخازن الصواريخ، تقلل قدره ايران على الرد، وده سيناريو اخطر شويه ومحتاج استعداد كبير وبيفتح باب رد قوي. السيناريو الثالث، ضرب مراكز القرار، وده اخطرهم، مش منشآت مش قواعد لكن قلب النظام، ولو ده حصل ايران هتعتبرها حرب وجود مش جوله سياسيه. طيب ايران هترد ازاي؟ ايران عمرها ما بترد بضربه واحده وخلاص، دايما بتشتغل بسلم تصعيد، ضرب قواعد او مصالح امريكيه. القواعد اسهل من السفن المتحركه وثمنها السياسي اقل، استخدام الحلفاء، الميليشيات اللي في المنطقه، صواريخ، مسيرات، هجمات غير مباشره. ده يخلي الصراع اقليمي من غير ما ايران تطلع في الواجهه فورا. ورقه الملاحه، مضيق هرمز، خليج عمان، مش لازم تقفله، كفايه تهديد، تشويش، ضرب سفينه هنا او هناك علشان التامين يغلى والاسواق تتوتر والضغط يزيد على امريكا وحلفائها. السؤال الكبير، هل ايران تقدر تضرب سفن امريكا وحامله الطائرات بالذات؟ الاجابه الصريحه ولا. يعني تقدر تهدد، تقدر تحاول، تقدر تأذي سفن، لكن حاملة طائرات مش هدف سهل خالص. ليه؟ لانها مش لوحدها، حواليها مدمرات ودفاع جوي متعدد الطبقات وطيران بيحميها وحرب الكترونيه. علشان تضربها بجد محتاج ترصدها، تتابعها، تحدث احداثياتها وتكسر دفاعاتها وتوصل لاصابه مؤثره، واي حلقه من دول هتقع العمليه تفشل. طب ايه حكايه اسراب الدرون؟ نظريا ممكن تضغط على الدفاعات، لكن عمليا محتاجه تنسيق عالي جدا، مفاجاه، كثافه وتوقيت دقيق. مش مستحيل بس مش سهل ولا مضمون. نعرف الاتجاه ازاي؟ لو عايز تقرا المشهد ركز على لغه البيانات الامريكيه وحركه الملاحه والتامين ونبره الخطاب الايراني وتحركات الحلفاء في المنطقه. اي تصعيد كبير في دول تانية غالبا مش صدفه. في رايي انا شايف ان امريكا حاليا بتستعرض قوه وبتجهز خيارات اكتر من انها حسمت قرار الضرب، لكن الخطر الحقيقي ان التوتر العالي زائد سوء التقدير يخلوا شراره صغيره تولع حريق كبير. السؤال بقى، هل شايف الحشد ده رادع بس ولا تمهيد لضربه؟ وانهي سيناريو اقرب في رايك وليه؟ ولو حصل ضرب ايران هترد ازاي، مباشر ولا بالوكاله؟ وهل امريكا مستعده لحرب اقليميه؟ ولو انت مكان صانع القرار هتعمل ايه؟ لحد ما نشوف الكلام على ايه، ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام عمرو. دايما وابدا تحيا مصر وسلام عليكم.